تخيلوا مثلا يا جماعه اهددكم ان انا ما عادش استريم تاني. يعني بصوا يا جماعه الكومنت ده، والله انا اسف ان انا بتنرفز، بس هتعرفوا ليه انا بتنرفز دلوقتي. هو فعلا راح كلم وي وقال لهم افصلوا على النت مرتين. ده فعلا انا لسه داخل عنده بيقول انا هبني مدينه وات. ده على كده يا جماعه انا ما اسواش ربع ضفره بالكلام بتاعه ده. يعني انا مش مستريح، انا مش عارف ليه. فانا المفروض يعني دلوقتي انا اسف يا مولتكس عشان انا ما عنديش الارقام بتاعتك، بيقولوا عليا ستريمر، انا اسف يعني. الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا ببسط وانا بكتبها وبمنتجها وبعملها، بحس ان انا حطيت ايدي على شخصيه عشوائيه على النت المصري، وده نادرا لما بيحصل. يعني انا شايف ان الستريمرز المصريين بيلخصوا اي مرض نفسي، اي انسان في الدنيا دي عنده مرض نفسي نقطه. الناس كلها مريضه نفسيا، البشر كلهم مرضى نفسيا، مش لازم بس الستريمرز. يعني ايه علاقه الستريمينج بالمرض النفسي؟ كلنا مرضى نفسيين، احنا البشر كلنا عندنا نقص في حاجات. مريض نفسي. يعني لو صاحبك اتبطن قبل كده، ده شخص مريض نفسي، تبتدي تتعامل معاه بحذر، تكلمه الساعه 3 بالليل تقول له انا بحبك وحشتني والحاجات دي. هو احنا داخلين فين؟ واللي بعت لي الفيديو ده بعته لي ليه؟ انا عايز افهم. هو اللي بعت لي الفيديو ده يا جماعه تقريبا عشان انا ستريمر، صح؟ انا بقيت ستريمر خلاص. دي كلها لان الانسان العادي المفروض ما يتضايقش، ما يزعلش من اي حاجه، ده المفروض ده الانسان العادي. انما الانسان المريض النفسي ده بيبقى حاجه تانية، بيتضايق وحاجه كده. وعلميا الانسان بيقعد في الحياه دي مبسوط 10 ثواني بس بعد ما يطلع من بطن امه. المهم نرجع لموضوعنا المهم جدا جدا، الستريمرز المصريين. الستريمرز المصريين عندهم طاقه مش طبيعيه ان هم الانسان ده بيطلع لي كتير ودايما بشوفه بيصوت، انا ما اعرفش ليه، بس تقريبا هو مشهور جدا يطلعوا على النت، وعندهم طاقه مش طبيعيه ان هم يتشهروا. انا عارف سنو طبعا عشان انا كنت بلعب ليج. بحسهم يعني عاوزين يكونوا كالت باي طريقه ممكنه، يعني مش مجرد ناس بتقدم محتوى على النت وخلاص، لا دي ناس اقل حد فيهم بيتفرج عليه 20,000 كل يوم، وبيبقوا مستنيين اللايف بتاعهم كل يوم وقاعدين يتفرجوا من اوله لاخره، وانا ضد تماما. حاسس ان شفت ده قبل كده، تقريبا بيلعب فيفا. اظن واضح عليا يعني، لان اغلبيه اللي بيتفرجوا عليهم اطفال، واحنا عارفين الاطفال مش فاهمين اي حاجه في الدنيا زي مين بالظبط. مش عارف اقول على نفسي ستريمر ولا لا بالكام فولور اللي عندي، بس انا مش بتفرج عليا اطفال. احنا بنتكلم في بيزنس، بنتكلم في مواضيع معينه، بس عادي عامل المشكله لما حد يتفرج عليه اطفال يعني. بس طبعا الاغلبيه عندي مش اطفال فوق ال 18 سنه. صح، بتوع الجيم، اي حد بيروح الجيم. فانا شايف ان ما ينفعش الاطفال كلهم يقعدوا في نفس الوقت. هو انا حاسس ان في نكته بس انا مش عارف ايه هي. مع بعض مع ستريمر عنده فوق ال 30 سنه، حاسس ان الموضوع مربك شويه. المهم ان انا جمعت لك اكتر ستريمرز مصريين حسب المعايير بتاعتي ان هم اسوأ ستريمرز في مصر، لانهم بيستغلوا الاطفال فشخ. الله اعلم. اسوأ ستريمرز في مصر؟ تفتكروا حاططني في الليست؟ انا اصلا محدش يعرفني. انت مين يا ابني عشان يحطك حتى في الليست، حتى لو انت اسوأ واحد؟ ده لو انا اصلا ستريمر يا جماعه، انا بجد بقيت ستريمر. بما ان انا بقيت بستريم بقالي كام 6 شهور بستريم. استغلوا الستات ولا ايه دنيتهم؟ والله بجد انا ما بحبش حد يستغل الستات يا جدعان. انا لازم اعرفك بكل واحد اتكلم عنه النهارده، لان ما اعتقدش ان في حد عندي بيتفرج يعني حاسس مفيش حد فيكم بيتفرج على الناس دي. طب تمام، لو في حد هنا سنه اقل من 17 سنه يا ريت يبعت 700 جنيه على اول واحد معانا هو خرطوم اي عمرو بيظهر لي برضو كتير على التيك توك. دياب، نفسي اعرف ايه محتواه. توليت، وهننضف. ده اشهر ستريمر في مصر. اشهر ستريمر في مصر اسمه خرطوم. يعني ساعات بحس مصر دي على هو انا ليه خايف؟ حاجات عشان فش ان الاطفال كلهم في مصر الاطفال الجمال حاجه جميل. يعني اليومين دول لا بس الصراحه مش حاسس هقول حاجه حلوه في حق الاطفال. يعني اطفالنا مثلا في مصر لسه صغيرين مش فاهمين حاجه، بيتفرجوا على واحد اسمه خرطوم عمرو دياب. اسمه خرطوم عمرو دياب. وات اسمه خرطوم عمرو دياب؟ فعلا الاسم غريب. حاجه كده والله. زمان على ايامنا، ايام ما كنا في سنهم كده، كنا نروح نتفرج على درس التكاثر. هتعمل ايه يا اخويا كده لو قلت لك مثلا ان انا يعني ايه يعني ده بطريقه الكلام ديت معظم الجمهور بتاعه اطفال. احتمال 5-6 شهور وابطل ستريم مثلا. يعني خليك يعني فكر كده مع حالك كده مثلا. بس ما تلعبش بمشاعر جمهورك يا اسطى. بس يعني هقول لك اعمل ايه. يعني هتضايق قوي الصراحه، هتضايق قوي هو الانسان اللي في الفيديو ده برضو هو بيحاول يقول نكت او بيحاول يضحك، بس هو ما ضحكنيش، بس انا متقبله. حاسه ان هو انسان محترم قوي يعني، مش عارف. ولا فاهم خراطيم ولا عمرو ولا دوشه ولا بقى في الكلام ده كله خالص بقى. ماشي يا عمرو، ايوه بحب اتفرج عليك ومتابعك، بس عادي يعني. انا مش علي معلول. انا متاكد ان عبد الرحمن ده كان بيتفرج عليه قبل ما يبلغ مثلا، بعد ما بلغ خلاص حاسس ان هو ايه يا اسطى، انت مش علي معلول يعني. هو ليه ممكن حد يقول لناس يا جماعه انا هقفل الستريم كمان 6 شهور ما عادش هستريم؟ انت مقموص منهم يعني؟ مش فاهم. تخيلوا مثلا يا جماعه اهددكم ان انا ما عادش هستريم تاني، تقولوا لي يعني تقولوا لي طز فيك يا عم، ما تستلفش تاني يا عم، ايه المشكله؟ عادي، ايه اللي هيحصل يعني؟ هتكون اغلى منها مثلا؟ لا وحياة ابوك ما تبطل لعب ستريمر انت ودوشه، لان انت اللي لايفاتك مستنيها مصحيانه لحد الفجر تقعد تضحكنا، ويبقى فيها سيد وسامي ودوشه ويوسف. يعني بصوا يا جماعه الكومنت ده، والله انا اسف ان انا بتنرفز، بس هتعرفوا ليه انا بتنرفز دلوقتي. واحد بيقول لي لا وحياة ابوك ما تبطل لعب ستريمر انت ودوشه، لان انت اللي لايفاتك مستنيها مصحيانه لحد الفجر، وانا
الناس بتيجي عندي على اليوتيوب تقول لي انت بتعمل فيديوهات ليه؟ ايه الفايده من فيديوهاتك؟ هو انا عشان بقول رايي عكس رايك يبقى انا فيديوهاتي يوسلس ملاش لازمه؟ ده دوشه بيلعب، الناس بتتفرج على دوشه، مش عايز نعمل فيديوهات. هو انا بعمل فيديوهات من الباقه بتاعتك؟ هو انت بتصرف عليا يا ابني؟ ده كان كاتب لي اسطول. بصوا الكومنت اللي بيجي لي، انا حقيقي مش فاهم انت محتواك ايه، بتقول ايه على سبيل التريقه، ومحتواك فيديو رياكت ولا تصوري ولا مش عارف ايه، والناس بتتفرج على دوشه وهو بيلعب ومش عايز نعمل محتوى. يا عم ما تسيب نعمل محتوى يا عم انا بحب ده. الاهلي همسح تيك توك، يعني الاهلي قاعد فاضي، يعني هو كل ده عشان التوقف الدولي يعني. طبعا انا مش بقلل من محتوى البابجي، انا بتكلم ان واحد بيقول لي انا ما بعملش محتوى عشان بشرح على وايت بورد، لكن اي حد يعمل المحتوى اللي هو عايزه. يا عم هو الراجل بيلعب بابجي وناس كتير بتتفرج عليه، ايه المشكله؟ بس انت ليه تيجي يعني اصل انا مش محور الكون ولا انت محور الكون. خرطوم انا عرفته بسبب ان كان في مشكله بينه وبين ستريمر تاني اسمه ابن مصر. خرطوم كان فاتح لايف والنت عنده فصل، فقال لك ايه بقى ابن مصر هو اللي فصل النت عنه، فقعد يشتم كتير فشخ عن النت، ان ازاي يتصل بشركه النت يقول لهم اقفلوا النت عني ويقطعوا ويرسلوا الراوتر عنده كل شويه وبتاع. يعني انا متاكد الواد التاني ده ملوش اي ذنب في اي حاجه. ومصحف ربنا ده ان ده ازبل شخص انا شفته في حياتي. اللي انت بتعمله ده حرام يا دوشه، حرام اللي انت عملته دلوقتي، ان انت ماسك المصحف وبتحلف بحاجات وحشه، دي ما فيهاش هزار. منه وسخت الدنيا دي كلها، ومصحف ربنا هو اللي بيعمل كده. يا جدعان هو مش طبيعي ان النت يراستر مرتين ورا بعض، اللي بيحصل ده كتير، اللي بيحصل هو فعلا راح كلم وي وقال لهم افصلوا على النت مرتين. ده صعب. قعدت كلمت خدمه العملاء، يا جدعان هو في حد بيكلمكم وبيعمل كذا؟ قال لي يا فندم ابن مصر قطع على النت، انا ما اعرفش ابن انا اللي اعرفه انا ابن مصر، انا ردت الكاس. بتتابع حد من على الدعم الميم ده حلو، ده مقتنع فعلا ان النت فصل. بتاع شركه وي، بالفعل كلمنا طلب مننا ان احنا نرستر لك الراوتر كل 10 ثواني، نقول له لا مثلا هنرستر لك، لو هنعمل ايه؟ انت عملت تاني يا جدعان. رفعت التليفون على واحد صاحبي، يا جدعان انا في 1 2 3 4، ابعت لي اللوكيشن اللي كلم منه على الخط كان في المعادي، فانا قطعت خلاص، وانا قاطع من قبل ما اتاكد. الشركه بعتت له الداتا بتاعت الشخص ده، يعني بعتت له اللوكيشن، بعتت له الباسبور بتاعه، بعتت له كل حاجه. بس واحد بيرستر النت دي بتبقى مصيبه، بتصل بيهم يقول له رستر الراوتر. انت حرفيا لما تبعت فلوس غلط لحد وتتصل بالشركه تقول لهم لو سمحتوا انا عايز اعرف مين اللي بعت الفلوس ليه، يقول لك ما نقدرش، ما عندناش اكسس للموضوع ده، او ما ينفعش نقول لك الكلام ده. خدت بالي ان خرطوم دايما بيستريم مع عيلته كلها، والستريم ممكن يقعد 24 ساعه من غير ما يقف، ما حدش يقدر ينافسه غير الصيدليات العزبي. يعني انت ممكن تدخل ستريم تلاقي عيل صغير قاعد، واحد غريب هو قاعد مع الضيوف، قاعد عند العطار بيجيب حبه البركه وبذور الشفا. ايه رايكم يا جماعه؟ افكر اجيب حد يقعد معايا وانا بستريم، دي فكره حلوه. اي وقت هتفتح النت هتلاقيه قاعد بيستريم فيه، يعني مثلا اي وقت. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه بجد؟ خلينا نجيبه، يعني احنا ممكن نلاقيه دلوقتي لايف، لاست لايف 5 minutes ago. واو، تعال نشوف اللايف بتاعه. يا جدعان احنا زي ما لينا مميزات لينا عيوب. اولا يا جدعان انا قررت ان اعمل مدينه في 3 اسابيع، فقررت ان اعمل مدينه في 3 اسابيع وقررت ان انا افتح. قرر انه يعمل مدينه في 3 اسابيع. حلو، فطبيعي في مشاكل، في قصص، في حاجات كتير، في حاجات كتير حصلت غصب عننا وخارج عن ارادتنا، مش بايدي ولا بايد المبرمجين ولا بايد الناس ولا بايد اي حد. يعني انا يعني فاهم. بيلعب جي تي اي. انا عمري ما لعبت جي تي اي في حياتي يا جماعه، الا جي تي اي وانا صغير اللي هي فايس سيتي دي. انا عاجبني الولد الصغير، لا وعاجبني ان الولد الصغير عاجبني ان هو جايب له نفس الكرسي اللي عنده. يعني انا لو جبت حد انا هجيب له كرسي السفره. ايه يا عم ما شاء الله ربنا يزيدك يا عم. احنا ممكن نخش نبص دلوقتي مين ده اللي قاعد بيستريم دلوقتي. بص قاعد بيقلب في الموبايل عادي، والاستريمات دي مش بتبقى سابسون ولا حاجه، لا هو مجرد شخص قاعد بيلعب قدام البي سي. يعني ما عنديش اي فكره هو بيعمل كده ليه، بس اعتقد ان احنا هنفهم الموضوع ده في 2090 مثلا، يعني كل حاجه هتبان والناس تعرف كل حد على حقيقته. ليه انا حاسس ان في حاجه غريبه هتحصل؟ لانه دايما بيتكلم ان في حاجه كبيره جايه، يعني تلاقيه لما بيقول لك هطور الكوكب، هيقضي على الفقر، ده حقيقي فعلا. انا لسه داخل عنده بيقول انا هبني مدينه وات، هيقضي على بلبيس، هينسف بلبيس من الخريطه. قررت يا اخواتي ان انا اعمل مدينه، تمام، وات ده فعلا. انا لسه داخل عنده فعلا بيقول انه هيبني مدينه ومنظومه تطور من يعني الرول بلاي في مصر باذن الله. انا عرفت ليه عنده كرسيين غاليين. هتشوفوا حاجه تليق ايه ده؟ هو عامل كده ليه؟ بالمجتمع بتاعنا ان شاء الله يا جدعان. في يوم من الايام هتشوف المكان ده في حته اداره منفصله عن عمرو وعن المدينه، ولا سلطه لمخلوق عليها. كل حاجه تبان في ميعادها ان شاء الله. يعني اتمنى. مش انت مجمع كل الاطفال المصريين حواليك وقاعدين يتفرجوا عليك؟ استنى بقى اما نشوف امريكا لما تيجي تضرب ايران ايه اللي هيظهر. يعني استغفر الله العظيم، انتوا بتعملوا ايه؟ في بقى المايسترو الاسطوره علي بولتكس. في فرق كبير بين بولتكس واي ستريمر تاني، لان علي بولتكس تحس ان هو نضيف، يعني تحس ان هو في مكان مش في مكانه. هو ليه يا جماعه الشخص اللي بيتكلم اللي انا متقبله باي ذا واي بيقول ان الناس اللي بتستريم ديت بتعمل حاجه يعني وحشه وانت شكلك نضيف وما ينفعش تستريم والكلام ده؟ يعني هو بيعمل ايه يا ابني؟ هو بيعمل حاجه حرام؟ الراجل بيستريم كونتنت عادي، بيطلع محتوى.
انترتينمنت على الاقل. يعني بتاع بابجي هو بينترتين الاطفال دي، ما عندوش مشاكل. فولتكس ده بيلعب فيفا فبينترتين الناس اللي بتحب فيفا، ايه المشكله؟ المفروض ان هو كان مكتوب له ان هو يكون دكتور او مهندس حاجه كده، وهو بس ايه قال لك لا انا ههرب من الماتريكس، فانت بتدخل تتفرج عليه تحس ان مفيش اي مشكله. بس انا متاكد ان فولتكس برضه بيخطط لحاجه. اصل برضه يا جدعان موضوع ان حد يطلع يتكلم مع 50,000 بني ادم كل يوم، اكيد مش بيلعبوا بابجي ولا جي تي اي. انا مش عارف كام واحد بيتفرج عليا، انا بتكلم معاهم بصعوبه، دي حقيقه فعلا. يعني ايه بيتكلم مع 50,000 بني ادم في ستريم؟ طبعا دي حاجه حلوه جدا، بس ازاي يعني؟ ولا اي حاجه. يعني انا متاكد دول بيتفقوا علينا جوه. بس علي بولتكس انا بحس ان هو اكبر من ان هو يكون مجرد شخص مشهور على النت وخلاص، لان هو ماشي على خطى ستالين بالظبط. يعني ده مش شخص عادي بيلعب جاتا. بصراحه هو ما غلطش فيه، بس تقريبا بتعمل نفس المحتوى او بتعمل محتوى انترتينمنت. انت ما فرقتش عنهم بحاجه يعني انا الفيديو ده لما نزله على اليوتيوب هو مجرد انترتينمنت برضه. توفيق ده شخص عاوز يعمل كالت لنفسه، هتلاقيه موجود في كل حته، في تيك توك، في يوتيوب، في انستجرام. انا ما بموتش، تمام، انا ما بخفقش يا حنجره، انا ما بموتش. انا لدرجه ان انا بقالي فتره متابعه عشان اعمل الفيديو دوت. اشتريت في بوكس فورتنايت حاجه كده غصب عني والله. وبرده من الحاجات اللي بتصير طب اكتب يعني ما علينا، شك ان هو بيخلي الفانز بتوعه يكتبوا اسمه القائد بولتكس. ده مش حد عادي يا جدعان. اكتبوا يا جماعه قائد يوسف بشير. مفيش حد عادي هيقول على نفسه كده. يعني مثلا القائد في العالم السفلي، القائد ده اللي هو بولتكس، سيطرنا على المدينه. انت بقى تقعد تتفرج عليه شويه هتلاقي نفسك بتبتدي تقول كلام زي عزيزي، اذكرك، تسلم لي، الكلام اللي هو كلام الدحيح اللي يعني. بيدخل النار ده، كلام الملحدين اللي زي الدحيح. او ده حرفيا كان شكل ستالين قبل ما يبدا الاشتراكيه ب 15 ساعه. يا اما هو كده يا اما هو راجل متصنع، هو بيحب الصناعه. هتلاقيه بيعمل حاجه باين قوي ان هي متظبطه ان هي تبقى كليب فارمنج، حاجه باين قوي ان هو متفق مع الناس اللي حواليه، بيهيئ التلقائيه الدنيا ان هي تطلع كليبات 15 ثانيه بس شكلها حلو. مش دي المشكله اصلا. يعني اصل احنا كلنا قاعدين على النت بنتلاقى، بس هو بيحاول طول الوقت يخليها ما تظهرش للناس، تبان ان هي طبيعيه. وفي قاعده مهمه جدا، اي حاجه هتحاول تخبيها هي اكتر حاجه يعني كمثال مثلا في الكليب ده بيقول ان هو مش بيتخض. انا مش بتخض يا جدعان من غير اي سياق. يا جماعه انا ما بتخض. اكيد هيجي حد يخضه دلوقتي. حاجه اللي هو تلاقيه بيتكلم مثلا ويقول لك انا والله يا جدعان مش بابا، فهو بيعمل كده عشان بعدها ب 10 ثواني صاحبه يدخل يخضه. يا جماعه انا ما بتخض. اوضحها لك، هو مش قال بس الصراحه عنده حق ان هو يتخض من صوت صاحبه ده انا انا كنت هتخض دلوقتي. ان هو مش بيتخض، فلما صاحبه دخل عليه هو خضه، فهو اتخض مع انه لسه قايل ان هو مش باي ذا واي المحتوى اللي هو بيقدمه حلو، بس اتمنى ان هو يشيل بس منه الالفاظ، يعني لان في الفاظ بحس ان في الفاظ بس هو بيحاول ان هو يقطعها يعني. بولتكس بيقدم على يوتيوب المحتوى اللي مستر بيست بيعمله بالظبط. هو مفيش اي اختلاف. مستر بيست بيعمل ايه هو يعمل محتوى اللي هو ايه، انا اخش يا جماعه روحوا اشتروا اللي انتوا عايزينه من السوبر ماركت. انا شفت الفيديو ده فعلا، المسابقات ده الكلام ده، بس ما اعرفش هو بيعمل بولتكس ولا لا. بس انا شفت البولتكس فيديو على يوتيوب مشهور جدا، روحوا اشتروا الحاجات انتوا في السوبر ماركت. يعني الفيديو ده اتعمل 900 مره. بحس ان الناس اللي بتعمل الفيديو ده بعيد عن مستر بيست بتعمله لمجرد اللي هي بتفليكس علينا بفلوسها. يعني بحس كده صراحه، يعني مجرد احساس بيجي لي، ممكن الاحساس ده غلط يعني عادي يعني. خطه المليار الذهبي اللي يعني ان انت توصل مليار سبسكرايبر. فكره ان اي حد بيحاول يقلد مستر بيست بيجيب فيوز كتير فشخ، دي بتضايقني فشخ. طبعا احنا فاهمين ان امريكا هي اللي عاوزه كده، ده الف ب السياسه عاوزه. بس ما فيهاش مشكله انه يقلده، يعني ما هو بيعمل محتوى انترتينمنت طبيعي ان هو يقلده، مفيش مشكله. كل حاجه في العالم ده مبنيه على التقليد، فعادي يعني ما فيهاش اي مشكله ان اي حد يقلد مستر بيست. تعرف والله العظيم انا شخص. المهم ان انت تدخل على قناه بولتكس على اليوتيوب هتلاقي ان هو بيعمل فيديوهات انت شفتها كتير فشخ وعينك اتخرتقت منها، بس برضه هتلاقي في مليون واحد داخل. ما حد يا جماعه يدزلي علي بولتكس التيك توك بتاعه. تعالى نشوف المحتوى بتاعه. يا ثانيه واحده يا شباب، الموبايل سخن تاني يا جدعان، ما حدش يتنمر يا جدعان. ايه بشوي كفته دي؟ ده انا قبل موبايل هواوي الجديد، هواوي نوفا 15 ماكس. اثناء الاستخدام بيستحمل درجات حراره. حط اغنيه الولا حمو جه وادعي لي للفنان حمو المرشدي. حبيبي يا دكتور ضياء، الف رحمه ونور عليك يا حبيبي. بعمل فولو بس. اوعى الدخله، يلا بينا. حلوه الدخله دي، حلوه الدخله دي. تعالى لي بقى. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is you. انا مش فاهم المحتوى. حط اغنيه نفسي حد يقول لي ياكوت، حد يقول له ياكوت يا جماعه في الكومنتس. يا كل بيتهشتك وانا مش دي هي فورتنايت، اللعبة اللي أنا قضيت فيها أحلى جيمنج إيرا في حياتي. ودلوقتي أخيرا فورتنايت بقت موجودة على أجهزة الآي أو إس. اللعبة مجانية بالكامل وما فيهاش أي إعلانات، وتقدر تحملها من الأب ستور عادي جدا. وفيها كل المودات الموجودة على البي سي والكونسول زي جو تفيت شت قري وإيميل. حرفيا كلهم اطفال. طبعا دي مش حاجه عيب يعني، دي حاجه حلوه جدا. وعلى فكره يا جماعه اللي ما يعرفش معلومه، بس اكتر سوق بيكسب من اكتر الاسواق اللي بتكسب هي سوق الاطفال. داون تيم بعتولي ان في انفلونسر بيتحداني في اف سي 26 وبيقولوا انه هيكسبني. اول ما رحت قابلت ناس كتير وتصورنا، وبعدين دخلت عشان اقابل الانفلونسر اللي بعت لي التشالنج. كنت خسران
طب ما تقول اسم الانفلونسر يا صاحبي. ايه راح اقابل اسم تحس ان هو عدو. خسران 1-0 طول الماتش لحد الدقيقه 89 عملت ريمونتادا بص العيال الصغيره على فكره ان العيال الصغيره تحبك دي نعمه من عند ربنا. 3-2. بص تحس عادي ان هو فاز على حد كافر. بعدها دخلت عشان اشوف الكولكشن الجديد في تاون تيم، لقيت انهم انا صراحه يا جماعه يعني لما شفت شكل علي بولتكس ده ما ارتحتلوش، مش عارف ليه. انا ما ارتحتلوش. مقسمين السكشنز لكل فئه عمريه، عندهم سكشن تاون تيم لحد 18. بس الفيديو ده شاطر فيه قوي، هو بيعمل اعلان للبراند ده، فيديو جامد، الهوكات بتاعته حلوه. حط اغنيه بيلي جين لمايكل جاكسون، تعالوا بس هو المحتوى بتاعه قائم اللي يحط لي اغنيه، مش فاهم. اسمع كده الخبر ده. ببجي موبايل دخلت في شراكه رسميه مع نجم ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك يا عم علي بولتكس، كل المحتوى بتاعه اعلانات ما شاء الله. خلي يتفرج على الفيديو زيه زي الهبل. هي دي عاده تدوير المحتوى اللي احنا بنتكلم فيها من 2012. يعني فيديو مثلا جربته مطاعم المشاهير ده انا شفت زيه 50 مليون مره. انا كل يوم بصحى الصبح بشوف حد بيجرب مطاعم المشاهير. يعني مثلا جربت اغرب وصفات تيك توك ده انا شفته من ايام ما كان تيك توك اسمه داب سماش. جربت دي حلوه الصراحه. مطاعم المشاهير شفته من ايام ما كان المشاهير اسمهم داب سماش. السياره اللي قدامي تحدد نوع اكلي لمده 24 ساعه. تحدي السياره اللي قدامنا تحدد اكلنا لمده يوم كامل. السياره اللي انا بجد يا جماعه نوع الفيديوهات ده قدامي تحدد اكل. بحس ايه ده فيديو السياره اللي قدامي تحدد اكلي وطلبوا 15 مليون، وايه ده؟ السياره اللي قدامي تحدد اكل، وكل الفيديوهات هتلاقيها جايبه مليون يا جدعان، مش حد هيجيب اقل من مليون. فانت متخيل في ناس لسه هتدخل تشوف برضو علي بولتكس وهو بيتحدى العربيه اللي قدامه انها تحدد اكله لمده 24 ساعه. انت متخيلين يا جماعه ان هو بيرياكت وانا برياكت عليه؟ هفضل بستريم وهفضل بجيب فيوز. في هنا بتاع 5 دروع يوتيوب، اصغر تشانل فيهم بتاريخك كله على يوتيوب. حاول اخلي ايه ده؟ هو ايه الطريقه اللي بيتكلم بيها يا جماعه؟ ده على كده مثلا يعني اي حد يخش في منافسه معاه مثلا يقول له انت عندك كام سبسكرايبر على اليوتيوب، ده على كده يا جماعه انا ما اسواش ربع ضفره بالكلام بتاعه ده بيقول لك انا تاريخك كله مش عارف ايه يا عم. يعني انا تقريبا عندي 10000 سبسكرايبر، ده انا ولا حاجه بالنسبه له على كده. ده لو شافني في الشارع يضربني بالشبشب صح؟ دي يهدى شويه، كلنا هننجح، كلنا هنبقى حلوين ان شاء الله، كلنا هنجيب فيوز. يعني حتى لو انا بطلت ستريمنج انا اوريدي موجود بره. الستريمنج ده بالنسبه لي بلعب كده. هو ايه قمه الغرور دي بجد فعلا؟ هو يحب يلعب في الستريم، هيعمل ايه؟ هو يحب يلعب جات او يلعب ببجي وفيفا. دي الاورا، هي دي الاورا اللي احنا بنتكلم فيها. ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله ويحفظه ويجعله من قلت لكم يا جماعه ان انا مش مستريح له، مش عارف ليه. يعني هو ممكن يكون انسان كويس وطيب ومحترم وعارف ربنا والكلام ده، بس هو يعني انا مش مستريح له مش عارف ليه. وبيعمل اعلانات شاطره قوي. 10 مبشرين بالجنة. من اهل الجنه. مش لدرجة ال10 مبشرين. هم معروف. يعني ايه مش درجه عشان انا لسه بقول عليك تعرف ربنا. ايه ده؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار على فكره، والله الحاجات دي ما فيهاش هزار. معروفين ال10 مبشرين. والله ايه ده، هم دول حصلوا اساسا؟ لا يعني دي ما فيهاش هزار يا جماعه، دي ما فيهاش حاجه اي حاجه تضحك. حصل يا جدعان انا باخد فيتامينز بس يعني الحمد لله. 10 مبشرين ايه ده؟ حصلوا؟ دول حصلوا اصلا. مش باخد دواء عارف حوار ان حد يقول نكته والناس ما تضحكش عليها فيقول لك لا بتكلم بجد اصلا ما بهزرش. هو ال10 مبشرين بالجنه دول خلاص اتكتبوا يعني؟ مش فاهم، انا بتكلم جد دلوقتي ما بهزرش. هي دي اكتر حاجه بشيخه في الدنيا. فدي هو ايه الواحد عايز ايه اكتر من كده؟ يا جدعان بقول لكم ايه لقيت واحد النهارده، يعني مش عارف، عدى عليا فيديو كده تيك توك يعني ماشي، حد منزل لي كليب، فلقيت واحد في الكومنتس كاتب ايه، هو بولتكس كليه ايه يا جدعان؟ قام واحد ردد عليه قال له بيزنس اند ستريشن، كتب له كده والله العظيم كتب له كده. بس كنت جربوع ومتخلف مش فاهم اي حاجه. طبعا مش هحط الكلام ده. واحد من افضل انا مش فاهم اي حاجه يا جماعه من يعني انا شايف الاعلانات بتاعت انا شايف ان بولتكس بيقدم اعلان محتوى اعلاني حلو، لكن محتوى وبيقدم محتوى اغاني والكلام ده بس. يعني مش فاهم اي حاجه ومش فاهم هو بيقول ايه اصلا. هي دي المفروض حاجه بتضحك يعني. انا مش فاهم يعني، انا مش عارف. انا حاسس ان انا اللي بعت لي الفيديو بعته لي عشان لقى كلمه ستريمرز، فانا المفروض يعني دلوقتي انا اسف يا بولتكس عشان انا ما عنديش الارقام بتاعتك، بيقولوا عليا ستريمر، انا اسف يعني. الفيديوهات اللي انا شفتها لعلي بولتكس اللي انا عرفته منها اصلا ده اكتر فيديو انا بحبه لعلي بولتكس. ده اللي لسه بتفرج له عليه. بصوا يا جدعان، بصوا كام طفل يا جدعان، بصوا كام طفل كلهم هيكبروا كمان سنتين ولا حاجه ويجوا يتفرجوا عليا. اول ما رحت قابلت ناس كتير وتصورنا، وبعدين دخلت عشان اقابل الانفلونسر اللي باعت لي التشالنج. تحس انه كافر الانفلونسر اللي معاه ده. يعني مبسوط فشخ ان هو بينعت حسن بيسو بالانفلونسر، معلش اسمه. حوار ان بولتكس مش حسن بيسو ده جامد فشخ، بيقول عليه الانفلونسر. كنت خسران 1-0 طول الماتش لحد الدقيقه 89 عملت ريمونتادا 3-2. اللحظات الجميله كده فاهم، لما تقعد تلعب فيفا مع الفانز بتوعك، في اجن من كده في الدنيا. موضوع الستريمينج والكلام ده في ناس ممكن تستغله بطريقه حلوه، وانها تقدم محتوى انترتيننج. مش لازم محتوى على فكره مفيد انك تطلع منه مدرس فيزياء، هو محتوى انترتيننج. شكل بولتكس بيعمل ده للاطفال حلو جدا،
ربنا يزيده، بعيدا عن الحاجات اللي هو يعني حسيت ان هو مغرور او حسيت ان هو وحوار المبشرين بالجنه، الدين ما فيهوش هزار. هو فاتح لايف دلوقتي، تعال نشوف. انا كنت عايز اقول حاجه مهمه ونسيتها. تاني حاجه حب الاطفال ده رزق، ده رزق يا جماعه، والله حب الاطفال ده رزق. حرفيا 12000 بيتفرجوا عليه ما شاء الله يعني، وصاحبه اللي وراه اهو يفزعوا.